تاريخ العالم مليء بالملوك الذين صنعوا الفارق وغيروا مجرى الأحداث بفضل حنكتهم وقوتهم العسكرية والسياسية. هؤلاء القادة العظماء لم يقتصر دورهم على حكم شعوبهم فحسب، بل امتد تأثيرهم إلى تشكيل حضارات كاملة، وتركت أعمالهم بصمة لا تمحى في صفحات التاريخ. في هذا الفيديو سنتحدث عن أقوى 10 ملوك حكموا العالم، والذين عرفوا بالقوة والشجاعة والحكمة في إدارة شؤون الحكم والحرب. الإسكندر الأكبر. يعتبر الإسكندر الأكبر من أعظم القادة العسكريين في تاريخ البشرية. تولى الحكم في سن مبكرة بعد وفاة والده فيليب الثاني ملك مقدونيا، وخلال فترة قصيرة تمكن من بناء واحدة من أكبر الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ. قاد حملات عسكرية ناجحة عبر آسيا وأفريقيا، ووصل إلى حدود الهند. لم يكن إنجازه العسكري فقط هو ما ميزه، بل أيضا قدرته على نشر الثقافة الهيلينية في مختلف أنحاء إمبراطوريته، مما أدى إلى دمج ثقافات متعددة وإحداث تأثيرات عميقة على تطور الحضارات اللاحقة. كانت حملات الإسكندر تعرف بالسرعة والكفاءة، حيث اعتمد على استراتيجيات مبتكرة، مما جعله مثالا يحتذى به في فنون الحرب. جنكيز خان. قائد مغولي أسس واحدة من أضخم الإمبراطوريات البرية في التاريخ. ولد جنكيز خان في بيئة قاسية، حيث عاش طفولة مليئة بالصعوبات والتحديات، لكنه تمكن من توحيد القبائل المغولية تحت راية واحدة بفضل عبقريته العسكرية وقدرته على التنظيم. امتدت إمبراطوريته من شرق آسيا إلى أوروبا الشرقية. بالرغم من أن حكمه كان معروفا بالشدة والقسوة، إلا أنه نجح في إنشاء نظام حكم مستقر وأدخل إصلاحات ساعدت على تحسين التجارة والاتصالات عبر طرق الحرير. تحت حكم جنكيز خان، ازدهرت الثقافة المغولية والتجارة، حيث أسهم في ربط الشرق بالغرب، مما أحدث تأثيرات بعيدة المدى على الحضارة العالمية. نابليون بونابرت. إمبراطور فرنسا الذي أصبح أحد أعظم القادة العسكريين في التاريخ. بدأ نابليون مسيرته كضابط في الجيش الفرنسي خلال الثورة الفرنسية، لكنه سرعان ما ارتقى إلى السلطة بفضل عبقريته العسكرية. قاد فرنسا في سلسلة من الحروب ضد القوى الأوروبية، وكانت لديه القدرة على استغلال موارد الدولة بكفاءة كبيرة لتحقيق انتصارات مذهلة. امتدت إمبراطوريته إلى أجزاء واسعة من أوروبا، وأدخل إصلاحات قانونية وإدارية هامة مثل قانون نابليون، الذي لا يزال تأثيره قائما في الأنظمة القانونية حول العالم. رغم أن نابليون واجه هزيمة في نهاية حياته، إلا أن إرثه السياسي والعسكري لا يزال حيا، وكان له دور كبير في تشكيل أوروبا الحديثة. شارلمان. يعتبر شارلمان أو كارل الأكبر من أهم ملوك أوروبا الغربية في العصور الوسطى. نجح في توحيد معظم الأراضي الأوروبية الغربية تحت سلطته، وأسس الإمبراطورية الرومانية المقدسة. إلى جانب إنجازاته العسكرية، كان شارلمان مصلحا سياسيا وثقافيا. أسس نهضة علمية وثقافية تعرف بالنهضة الكارولندية، والتي أعادت إحياء التعليم والفنون في أوروبا. عرف شارلمان بعدالته وحرصه على نشر التعليم والمعرفة، حيث أسس العديد من المدارس والمراكز الثقافية. كما كان له دور في تعزيز الكنيسة الكاثوليكية وتقويتها، مما جعل عصره من أبرز العصور في تاريخ أوروبا. قيصر أغسطس. كان أول إمبراطور لروما وأحد أعظم الشخصيات في تاريخ الإمبراطورية الرومانية. تولى أغسطس الحكم بعد حرب أهلية طويلة، ونجح في توحيد روما تحت سلطته. أسس نظاما حكوميا وإداريا ظل ساريا لأكثر من 4 قرون، وكان في عهده ازدهار اقتصادي واستقرار سياسي معروف بفترة باكس رومانا أو السلام الروماني. تحت حكمه توسعت الإمبراطورية بشكل كبير، وازدهرت الفنون والثقافة. كان أغسطس قائدا حازما، لكنه أيضا مصلح سياسي، حيث أدخل تغييرات على النظام الضريبي والجيش والبنية التحتية للإمبراطورية. أثرت إصلاحاته بشكل كبير على روما، وجعلت منها مركزا عالميا للحضارة والثقافة. الملكة فيكتوريا. حكمت بريطانيا خلال فترة تعرف بالعصر الفيكتوري، والذي شهد تقدما صناعيا وعلميا هائلا. امتدت الإمبراطورية البريطانية في عهدها لتصبح الأكبر في التاريخ، حيث كانت تعرف بأنها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. كانت فيكتوريا رمزا للاستقرار والقوة، وكانت فترة حكمها مليئة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
شهدت بريطانيا في عهدها نهضة صناعية كبرى، حيث ازدهرت المصانع والتجارة. كما شهدت فترة حكمها تحولات اجتماعية كبيرة، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية وإصلاحات في النظام التعليمي. تأثير الملكة فيكتوريا تجاوز بريطانيا ليؤثر على العالم بأسره، حيث أصبحت بريطانيا في عهدها قوة عالمية لا يستهان بها. تحتمس الثالث، واحد من أعظم الفراعنة في مصر القديمة، وصف بأنه نابليون مصر نظراً لإنجازاته العسكرية. تمكن تحتمس من توسيع حدود مصر إلى أقصى درجاتها، حيث قاد حملات عسكرية ناجحة في فلسطين وسوريا، وأسس إمبراطورية امتدت من النيل إلى الفرات. كان تحتمس ليس فقط قائداً عسكرياً بارعاً، بل أيضاً إدارياً محنكاً. خلال فترة حكمه، ازدهرت مصر من الناحية الاقتصادية والثقافية، وتم بناء العديد من المعابد والآثار التي لا تزال قائمة حتى اليوم. يعد تحتمس من أبرز الفراعنة الذين ساهموا في تعزيز قوة وهيبة مصر على الصعيد الدولي. سليمان القانوني. يعتبر سليمان القانوني من أعظم سلاطين الدولة العثمانية، وكان عهده من أزهى عصور الإمبراطورية. خلال حكمه، توسعت الدولة العثمانية لتشمل أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأفريقيا، وازدهرت الثقافة والفنون في الدولة. عرف سليمان بالعدل، وأدخل العديد من الإصلاحات القانونية التي ساعدت في تنظيم شؤون الدولة وتعزيز استقرارها. كان أيضاً قائداً عسكرياً بارعاً، حيث قاد العديد من الحملات الناجحة ضد القوى الأوروبية والصفوية. تميزت فترة حكمه بالازدهار الاقتصادي والتقدم الثقافي، حيث تم بناء العديد من المباني التاريخية التي لا تزال قائمة حتى اليوم، مثل مسجد سليمانيت في اسطنبول. الملك قسطنطين الأول، أول إمبراطور روماني يعتنق المسيحية، وهو الذي قام بتحويل العاصمة الرومانية إلى بيزنطة، التي أصبحت لاحقاً القسطنطينية، اسطنبول اليوم. كان لقسطنطين دور كبير في نشر المسيحية داخل الإمبراطورية الرومانية، حيث أصدر مرسوم ميلانو الذي أعطى المسيحيين حرية العبادة. قسطنطين لم يكن مجرد قائد عسكري، بل أيضاً مصلح سياسي. قام بإصلاحات عديدة في النظام الإداري والعسكري، وأسهم في استقرار الإمبراطورية الرومانية. كما كان له دور كبير في تحديد مسار المسيحية عبر المجامع الدينية التي عقدها، ومنها مجمع النيقية. بيتر الأكبر، إمبراطور روسيا الذي قام بتحويل روسيا من دولة إقطاعية إلى قوة عظمى أوروبية. أدخل إصلاحات جذرية في الجيش والحكومة، وطور البحرية الروسية بشكل كبير. فتح بيتر الأكبر روسيا على العالم الخارجي من خلال تعزيز التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع أوروبا. كما أنه قام بتحديث المجتمع الروسي، وفرض إصلاحات ثقافية واجتماعية أثرت في مختلف جوانب الحياة اليومية. كان بيتر الأكبر قائداً ذا رؤية مستقبلية، وسعى دائماً لجعل روسيا دولة حديثة وقوية، وهو ما حققه عبر إصلاحاته التي لا تزال تؤثر في روسيا حتى اليوم. كانت حياة هؤلاء الملوك مليئة بالتحديات والإنجازات العظيمة التي لا تزال حية في ذاكرة التاريخ. بفضل قوتهم، وحكمتهم، وقيادتهم الاستثنائية، تمكنوا من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وتركوا إرثاً خالداً للأجيال القادمة.